هذا هي قصيدة الشاعر أحمد عبد ربه العواضي الذي كانت سبب قصيدة الثمانية. أبو نضال الحرايب ما تخوفنا، والنصر عادتنا من قادم الأزمان. أنا عواضي ومن حولها نسبتنا والأصل والفرع واضح من بني ضبيان. على الكرامات تكسر جماجمنا، وإحنا نكسر جماجم قبل الأعوام، وقمنا نصام تحمي مواقعنا من الجريبات. لا لغو ولا ردنا، لا كل بقعة عزيزة من مناطقنا. مناطق العزة دي هي تكرم الضيفان، والقبيلة كلها تعرف مواقفنا، ما عاد نحتاج للتوضيح والبهاء. يا رب حرب تعب معنا وتعبنا. طبيعة الحرب ما يتعدل الميزان، والحد قنع من عداوتنا، وصار احنا في الثاني قبل قال من عدو التهزان. هذا الحسن بعد ما جرب خصومتنا، وجرب انها صبر قير على اللسان دجه لما تورط في عداوتنا، وبايراك يتركها ينقلب خسران. احنا ندافع بقوة عن كرامتنا، وعكس دينيته في الظلم والبهتان، وطبعا الحقد ينكر ضمائرنا وسلوب خداع وتوسله بالشيطان. والحرب عادتنا دائما مهنتنا. الأول بالأول، ومن جاء يدخل الميدان بذكرك لا قدرت ناسي تذكرنا، ولا تمثل علينا الجهل والنسيان. يا راعي الصوت رده ما جيت ردنا. فك المسجل بما جادت به الألحان، فكه على القوال من شعر خفتنا، وكل واحد يقول الثاني الغلطة. كلنا يقول القصيدة دي على المعنى، وهم قد تجاوزوا النظم في القيفة نعاد معهم من المعنى والمغنى، لا تجاوز النظم حتى ضعف الخلية. قولوا لعبد الله أحمد ليش يشتمنا؟ عيب الغلط عيب يا عبد الله الغلطان، وليش؟ وش الذي ساقه يهاجمنا؟ وجنا علينا بقول الدور والبهتان، وأنا أعرف إنه من أول كان صاحبنا، وإحنا حمينا وأعطينا له الإحسان، وكان يمدح ويمجد في مشايخنا من ما مدح في قصيده قد ملا ديوان. ما كان واجب يفرط في صداقتنا، حتى وإن زودوا له قيمة الإعلان زي قد بقول والسلام، بقول له هنا لأن أحتاج إحنا طبعا السمحة، لكن كفى عدل السكان باليمنى، وعدل السير لا يتقلب الجبان في المراحل طويلة، والطرق مجنى وبخطر في مطباته وفي الأرواح. والحرب دي قلت كل منها تولنا. يوم البخيتي وعاطف جول سد الشان، احنا على ما اتفقنا عند قادة ناس بمواجب النصر، ما قرروا سوى الأعيان، وهم على العكس ونوا غير نيتنا، وجيشهم قد تجمع مع عدانا وراء. لما قرح منهم قمنا بواجبنا، وقمنا جات لي حاطط على الوديان، ومن عيارات محكومة خاطبنا، وفي المساري تبادل من رصاص أحفان فرقعت قرصة، ورعدع من مدافعنا والشق من صنعة السوقيت والألمان، وبركة رقم السعودية تبادلنا. من يسر الحيد ولا في شفاه محجان، وحن وصح وظلت تنطحن طحنا يوم العصر بان وجه ودلي ما بان، لكن أسف يوم كان النصر قبضتنا. والجيش جاب قواته قده غضبان، وجات حاشد وبن عاطف، ووقفنا وسكت وزار حلب النبه حنا، لولا احتراما وتقديرا لدولتنا. وخاف لا نصطدم بالجيش والأركان، ما نترك الفيد، لو حد قال بانتنا أو نطح الناس من قوم الشجاع، لكن قبلنا نستقيه من الناس انفسنا، ونعرف ان القضاء مضمون في المخزن. وبعد فترة حدث ما قد توقعنا، صارت عليهم زلازل وانقل وانفجر بركة، لا حد ظفر والنصر في يوم سطحنا. في يوم جمعة قضاء في ساعة الرحمن وعيانهم ذي شاهدنا وتبصرنا ليمن وليسر، ودي جام من قدر حصل كان ذنبي قدم بأعمالها الرحمة. ولا تخبر سباع اللحم والغربان عاد المرادي، وبعد العيب هتمنى ان ذي حدث ما وقع، والذي جرى ما كان، واحنا صحيح اللي ما يرضي جماعتنا. الدم ذي راق والتخريب في البنيان شل الخسارة، ونحنا قد خسرنا من الجهتين كل مننا زعلان. واليوم عدتني في البير للمسألة، من هنا شب يمسحلنا لا قد عطشان، واللوز والموز والتفاح والبنات في حائطه، والعنب من داخل المستوى في وسط وديان ذي يشرب ويتحمل. ما هو فيش عاب بين الشوك والعبيان، قالوا لي ان الخضر قدرونها دكنا، بين السمر قالوا انها دبلت الاوصال، ونوب الجباح قالوا عافت المدينة. ما عاد تسمع ولا سوت عسل جردان الشوك يدي على يداتك الحنة، يدي مسوي نبس حمراء على الوجه، لا سامح الله ولا الحقد والرحمة. في فرق على العين لما غادرت لوطان بعد القصور الجديدة، عافوا المبنى وساروا الشعب يتبدوا مع البدوة. يا قبيلة ليش من المنطقة المسلمة؟ والعقل يحكم على ما شاهدت الأعيان، متى العنف حلل من قضايانا، هل حل الإشكال ولا خفف الأحزان؟
ولا مثل العدل حكينا فنادق نادي ساقن الموت للشيدة والشبه. هذا يخالف عقيدتنا وملتنا أيضا ولا يقبله منطق وعقل إنسان. وآخر مقالي عسى ربي يخارجنا وفي وطننا نعيش أحرار ما نحتان واختم بذكرى محمد من المطر شنة المصطفى ذي وجه الله بالرضوان.